الفنان محمد أبو الحسن وتفاصيل كتير عن حياته. يلا نبدأ بالزواج. فاتجوز الفنان محمد أبو الحسن مرة واحدة من خارج الوسط الفني. رزق الفنان محمد أبو الحسن من زوجته بأربع أبناء. الفنان محمد أبو الحسن عبد الله ممثل كوميدي، اتولد في محافظة القاهرة 19 يوليو 1937. اشتغل مهندس زراعي قبل ما يدخل لعالم الفن. التحق الفنان محمد أبو الحسن بكلية الزراعة، وهي الكلية اللي اتخرج منها أغلب الممثلين. كان زميله في الكلية الفنان جورج سيدهم. وفي سنة 1960 اتخرج من كلية الزراعة جامعة عين شمس، واشتغل بمديرية التحرير مهندس زراعي، مخرج وممثل برامج الأطفال. الفنان محمد أبو الحسن بعد ما تم افتتاح مسبيرو مباشرة قرر إنه يسيب الزراعة ويشتغل في الإخراج والتمثيل في برامج الأطفال. بعديها قدمته الفنانة نجوى سالم للجمهور لأول مرة من خلال مسرحية حاجة تلخبط، وده كان سنة 1971. بعدها يظهر صديق الدراسة الفنان جورج سيدهم عشان يقدم الفنان محمد أبو الحسن في مسرحية المتزوجون في شخصية عصمة البلبيشي، إلى أنه اعتذر بعد فترة وحل مكانه الفنان محمد التاجي، وللأسف تم تسجيلها للتلفزيون بعد ما اعتذر الفنان محمد أبو الحسن مباشرة. متسول حاليا وممثل سابقا، دي الجملة اللي عبر بيها الفنان محمد أبو الحسن عن نفسه في سنواته الأخيرة. الفنان محمد أبو الحسن في لقاء ليه قرر أنه يعرف نفسه بأنه فنان سابق ومتسول حاليا، وده بسبب سوء ظروفه المادية وعدم تقدير مشواره الفني على أكمل وجه. وبمنتهى الحزن والأسى صرح الفنان محمد أبو الحسن إن أغلب زملائه وتلاميذه تنكروا ليه رغم وقوفه ومساندته ليهم دايما في أغلب أعمالهم. فين العدل يا مصر؟ دي اللافتة اللي مسكها الفنان محمد أبو الحسن ووقف قدام مبنى مسبيرو. اشتكى الفنان محمد أبو الحسن خلال لقاء تلفزيوني ليه إنه بيتقاضى أجر 6000 جنيه فقط عن عمل كامل، وده يعادل أجر كومبارس صامت على حسب قوله، في الوقت إن ممثلين أقل منه خبرة وتاريخ بيتقاضوا 40 أو 50 ألف جنيه. وأشار إنه بيتناول وجبة واحدة بس يوميا، وده من قلة الفلوس. كرهت دوري في مسرحية سك على بناتك لأنها السبب في إهمال بقية أعمالي الفنية. الفنان محمد أبو الحسن صرح إنه ما كانش هو المرشح الأول لمسرحية سك على بناتك، وأدى دور قبليه الفنان أسامة عباس، اعتذر عنه عشان يكمل الفنان محمد أبو الحسن مكانه. تم تسجيلها تلفزيونيا وتم إذاعتها مئات المرات. فصرح الفنان محمد أبو الحسن إنه كرهها بسبب تكرارها، وتم إهمال بقية أعماله اللي ممكن يكون فيهم كوميديا أعلى وأجمل بكتير من المسرحية دي. مشهد مقتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة السبب في تعرض الفنان محمد أبو الحسن لوعكة صحية شديدة جدا. في سنة 2000 اتعرض الفنان محمد أبو الحسن للجلطة في المخ نتيجة تأثره بمشهد مقتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة بعد ما حسب إنه واحد من أحفاده الثمانية، وده تصريح الفنان محمد أبو الحسن للمصري اليوم. وقفت رجالة للفنانة سهير رمزي بجانب الفنان محمد أبو الحسن. في سنة 1996 اتفاجئ الفنان محمد أبو الحسن بآلام شديدة جدا في منطقة الصدر، وهناك عرف من الأطباء أن يجب إجراء عملية جراحية فورا للقلب تغيير شرايين. الفنان محمد أبو الحسن ما كانش يمتلك أي نفقات للعلاج، وهنا اتدخلت الفنانة الإنسانة سهير رمزي عشان تتكفل بتكاليف العلاج بالكامل، بل وسفرته إلى باريس عشان يجري العملية هناك. عادل إمام وموقفه السلبي وتنكره للفنان محمد أبو الحسن، على الرغم من أن الفنان محمد أبو الحسن هو سبب شهرة الفنان عادل إمام. قال الفنان محمد أبو الحسن إنه ساعد الفنان عادل إمام كتير في بداية حياته. قال إنه كان زميله، لكن هو كان بيدرس في جامعة القاهرة في الوقت اللي كان فيه الفنان محمد أبو الحسن في جامعة عين شمس. في الوقت ده كان الفنان محمد أبو الحسن بيشترك في بطولات مسرحيات كتير على مستوى الجامعات، وكان نجم معروف. في الوقت اللي كان عادل إمام مش معروف نهائي، فكان بيستعين بيه الفنان محمد أبو الحسن في أدوار كتير معاه في المسرحيات، وقدمه لكتير من المخرجين والمنتجين، وده لأنه كان مقتنع جدا بموهبته. وبعد ما أصبح الفنان عادل إمام نجم مشهور ما سألش عن الفنان محمد أبو الحسن ولا مرة، ولو حتى بدور صغير في أي عمل من أعماله الفنية.
طفشوا من مسرحية مدرسة المشاغبين بدعوى انه خايف عليه، وصدقوا الفنان محمد ابو الحسن بكل طيبة قلب. واكتشف بعدها الفنان محمد ابو الحسن انه خايف منه ومش عليه. صرح الفنان محمد ابو الحسن انه كان مرشح لدور تلميذ من تلامذة مدرسة المشاغبين، وبالفعل راح وعمل البروفات عشان يلاقي عادل امام بيطفشه بدعوى انه خايف عليه من العمل ده، لأسباب ما حبش يذكرها الفنان محمد أبو الحسن. وبالفعل انسحب من المسرحية دون ندم، عشان الأيام تثبت له والمواقف تأكد له إن الفنان عادل إمام كان بيطفشه خوف من وجوده معاه، عشان هيتفوق عليه ونصيبه هيبقى أكبر في الشهرة والنجاح. عدم رد صاحبة السعادة إسعاد يونس على مكالمات الفنان محمد أبو الحسن. صرح الفنان محمد أبو الحسن إن في سنواته الأخيرة عانى من العزلة وعدم اطمئنان بعض الفنانين عليه، وده اللي خلاه يحاول يتصل بالفنانة إسعاد يونس عدة مرات وبشكل دائم، ولكنها لم تجيب على مكالماته. علق الفنان محمد أبو الحسن وقال: أنا وقفت جنبها كتير في بداية حياتها، ودلوقتي كل ما اتصل بيها ما تردش. وما كانش من الفنانة إسعاد يونس غير إنها تتجاهل تصريح الفنان محمد أبو الحسن. من أهم الأفلام اللي شارك فيها الفنان محمد أبو الحسن فيلم يمهل ولا يهمل، وفيلم حسن بيه الغلبان، وفيلم غريب ولد عجيب، وصاحب الإدارة، بواب العمارة، وإلى من يهم الأمر، ودورية نص الليل، ونص دستة مجانين. أما المسلسلات أهمها طيور النورس، وكل ده كان ليه، وملكة من الجنوب، والظاهر بيبرس، وسفير النوايا الحسنة، والعيادة، والدنيا لونها بامبي، ونعم ما زلت آنسة، وكتير من الأعمال. وفي يوم 8 يونيو 2014 أعلن الفنان سامح السريتي عن وفاة الفنان محمد أبو الحسن عن عمر ناهز 77 عام إثر أزمة قلبية مفاجئة بعد فترة طويلة جدا من ملازمته الفراش، رحمه الله وأسكنه فسيح جنات. اكتبوا لنا في التعليقات ايه اكتر دور حبيتوا فيه الفنان محمد ابو الحسن، سواء تلفزيون او مسرح او سينما. وهنا خلص الفيديو، لو عجبكم لايك وشير وفولو للبيج.